مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقالوا على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أيها الأب، أيها الآباء، كيف تريد لأبنائك أن يكونوا صالحين وأنت تشتم الله ليلا ونهارا أمامهم؟ كيف تريد لأبنائك أن يكونوا صالحين وأنت تتلفظ أمامهم بالألفاظ السوقية؟ كيف تريد لأبنائك أن يكونوا صالحين وأنت تؤسسهم على الحرام؟ ليست اليوم بيوت كثيرة من المسلمين أشبه ببيت العنكبوت، بل أوهن من بيت العنكبوت. كيف وأنت القدوة؟ كذلك البنت تتعلم من أمه، لأن الأم مدرسة. أصبح الأبناء في البيت حادية، لكل يريد على ما يريد وعلى ما يهوى، لأن التأسيس لم يكن على طاعة الله. يا أيها الآباء، يا أيها المدرسون، النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا كيف تكون البيوت على خير. علموا أبناءكم وهم أبناء 7، علموهم القرآن، علموهم أن هذا المال حلال وذاك حرام، علموهم معنى الاحترام، علموهم معنى الأدب، علموهم معنى الصحبة الصالحة والقدوة الصالحة. الله عز وجل يقول وإذا النفوس زوجت اقترنت بأشباهها. علم ولدك أن يصاحب الصالحين والأتقياء.